في الخبر ده وبقول لك من كواليس الكواليس، مجلس اداره النادي الاهلي هيعمل حمله توعيه لجمهوره بصفه عامه، للجماهير بصفه عامه والمشجعين بصفه خاصه بتوع النادي الاهلي قبل مباراه الهلال السوداني. نشر الروح الرياضيه، تشجيع المثالي، تشجيع القوي، ما يكونش في خروج عن النص، ما يكونش في اي نوع من انواع الشغب. المدرجات يا جماعه لجماهير الكوره، اللي عايز حاجه غير الكوره ما يروحش الماتش. يعني هو كده، هي شعار الحمله ايه؟ فرصتك في ايدك، ولا انا مش واخد بالي؟ ده شعار الحمله اللي موجود يعني. وكمان انه موافقه الجهات الامنيه على حضور 50,000 متفرج، ده بيقول لك احنا بنختبرك. عايز ترجع؟ عايز ترجع الساعه الكامله؟ مش عايز تتقيد باعداد معينه؟ لا عايزين لا اساءه، لا عايزين لا تصرف غير طبيعي، لا عايزين حاجه تعمل لنا انتكاسه مره ثانيه. يعني النادي الاهلي الحقيقه هو عايز الجمهور هو اللي يراقب نفسه. اي حد هيخرج بره النص الجماهير تقول له بالسلامه، احنا مش محتاجينك، احنا محتاجين ان احنا نعود من جديد الى المدرجات. انا بقى كلام انا الشخصي للجمهور ايا كانت الجماهير، لكن هذه المره الجمهور النادي الاهلي، لجمهور النادي الاهلي، من فضلكم لو سمحتوا، اذا زي ما انتم على السوشيال ميديا عملتوا حمله جميله عشان المدرجات تتملي شبه ممتلئه ب 50,000، وانا واثق ان هيروح اكتر من 50,000، لكن اللي هيدخل 50,000 باذن الله لازم يكون معاه تذكرتي والحدوته وكل الناس عارفه ده. فالدنيا الحقيقه عايز اقول للناس انه من فضلكم النادي الاهلي عامل كل شيء عشان خدمه وراحه جماهيره، فانت كمان تعمل كل شيء عشان خدمتك انت وراحتك انت ومسانده فريقك، ومفيش اجمل من عنوان هذه الحمله فرصتك بين ايديك. اداره النادي الاهلي هيعمل حمله توعيه لجمهوره بصفه عامه، للجماهير بصفه عامه والمشجعين بصفه خاصه بتوع النادي الاهلي قبل مباراه الهلال السوداني. نشر الروح الرياضيه، تشجيع المثالي، تشجيع القوي، ما يكونش في خروج عن النص، ما يكونش في اي نوع من انواع الشغب. المدرجات يا جماعه لجماهير الكوره، اللي عايز حاجه غير الكوره ما يروحش الماتش. يعني هو كده، هي شعار الحمله ايه؟ فرصتك في ايدك، ولا انا مش واخد بالي؟ ده شعار الحمله اللي موجود يعني. وكمان انه موافقه الجهات الامنيه على حضور 50,000 متفرج، ده بيقول لك احنا بنختبرك. عايز ترجع؟ عايز ترجع الساعه الكامله؟ مش عايز تتقيد باعداد معينه؟ لا عايزين لا اساءه، لا عايزين لا تصرف غير طبيعي، لا عايزين حاجه تعمل لنا انتكاسه مره ثانيه. يعني النادي الاهلي الحقيقه هو عايز الجمهور هو اللي يراقب نفسه. اي حد هيخرج بره النص الجماهير تقول له بالسلامه، احنا مش محتاجينك، احنا محتاجين ان احنا نعود من جديد الى المدرجات. انا بقى كلام انا الشخصي للجمهور ايا كانت الجماهير، لكن هذه المره الجمهور النادي الاهلي، لجمهور النادي الاهلي، من فضلكم لو سمحتوا، اذا زي ما انتم على السوشيال ميديا عملتوا حمله جميله عشان المدرجات تتملي شبه ممتلئه ب 50,000، وانا واثق ان هيروح اكتر من 50,000، لكن اللي هيدخل 50,000 باذن الله لازم يكون معاه تذكرتي والحدوته وكل الناس عارفه ده. فالدنيا الحقيقه عايز اقول للناس انه من فضلكم النادي الاهلي عامل كل شيء عشان خدمه وراحه جماهيره، فانت كمان تعمل كل شيء عشان خدمتك انت وراحتك انت ومسانده فريقك، ومفيش اجمل من عنوان هذه الحمله فرصتك بين ايديك.